التواصل والتعاون والمؤسسية. وصايا حزب النور بالإسكندرية لقواعده من خلال أمناء الدوائر في اجتماعات الأسبوع الماضي، حرصا منه على التواصل معهم وتوضيح كيفية تنفيذ تلك الوصايا مع الشعب ومؤسسات الدولة، حيث اجتمع الأستاذ محمد الشحات آمين دائرة منتزه أول في اجتماع شامل حضره المكتب الإداري للأمانة والشياخات التابعة له بحضور الدكتور أبو بكر القاضي والأستاذ ناصر محمد آمين دائرة منتزه ثاني، وسط جو من التعاون والألفة، حيث سبق اللقاء إفطار جماعي للحضور. ووجه القاضي وناصر كلمة للحضور دارت حول أهمية التواصل والتعاون بين أبناء الحزب لبذل أقصى جهد في خدمة البلاد والعباد. وقد شكر الشحات الحضور على الالتزام وحرصهم على البذل والمشاركة في كل الأعمال المنوط بهم القيام بها، مطالبا إياهم ببذل مزيدا من الجهد في الفترة المقبلة. وقد اختتم اليوم باجتماع أمناء الشياخات ومسؤولي العضوية ومسؤولي الشباب واللجنة الإعلامية كل على حدة لمناقشة ما تم تنفيذه من أعمال وتنفيذ الخطط المقترحة. وكذلك اجتمع الأستاذ ناصر محمد آمين دائرة منتزه ثاني بحضور الأستاذ محمد الشحات بأعضاء المكتب الإداري للأمانة وعدد من أمناء الشياخات ومسؤول اللجان بها لمناقشة آخر المستجدات على الساحة واستعراض التكليفات المنوط بهم تنفيذها. هذا وقد عرضت اللجان المختلفة خططها للمرحلة القادمة. وأكد الشحات في كلمته أن الحزب يعمل بصورة مؤسسية ويسعى لتفعيل التعاون بين أبنائه من ناحية والتواصل مع مؤسسات الدولة من ناحية أخرى، ليؤدي الحزب دوره في خدمة المجتمع على الوجه الأمثل. وقد دار باللقاء نقاش بين الحضور حول الأنشطة التي يجب أن تفعل في المرحلة القادمة وكيفية متابعة الخدمات التي يقدمها الحزب في المناطق المختلفة. أما عن دائرة الرمل فقد اجتمع الأستاذ حسني المصري آمين دائرة رمل ثاني والمهندس مصطفى عبد اللطيف آمين دائرة رمل أول والأستاذ عمرو مكي مساعد رئيس حزب النور للعلاقات الخارجية اجتماعهم الدوري لمتابعتهم سير العمل الحزبي. وتناول الاجتماع الاطلاع على تقارير أعمال الشهر الماضي وبحث ما تم إنجازه منها، وأيضا طرح تكليفات شهر مايو الجاري ووضع خطة عمل لها بالبدء بأهمها. كما تطرق اللقاء لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحة ومناقشة كيفية التعامل معها في إطار العمل المؤسسي. ووسط كل هذا الزخم السياسي لم يهمل الجانب الرياضي للشباب بالدائرة، فتم توزيع الشهادات تقدير للفائزين بدورة كرة القدم باليوم الرياضي. وكعادة حزب النور لم ينشغل بأبنائه عن المواطنين، فنظم حزب النور بأمانة الإسكندرية لمواطني الإسكندرية من خلال اللجنة الثقافية محاضرة بعنوان تطبيقات جوجل حاضر فيها المهندس علاء عبد الهادي، حيث أقيمت المحاضرة بمقر الأمانة العامة بكامب شيزار، وذلك حرصا من الحزب على رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين ومساعدتهم على مواكبة كل ما هو جديد ونافع. وكذلك أعلن حزب النور بدائرة رمل ثاني تحت إشراف الأستاذ حسني المصري عن بدء المراجعات النهائية للصف الثالث الإعدادي في مادتين اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، وذلك لرفع العناء المادي عن الأسرة المصرية في مسيرتها التعليمية لأبنائها. وبالنسبة للملف الرياضي كانت المباريات الختامية لدورة كرة القدم بشياخة خورشيد بمنتزه أول بالإسكندرية التي نظمها حزب النور، وكان اليوم حافلا بالمباريات، حيث أقيمت 3 مباريات بين 6 فرق، وهم: المباراة الأولى كانت بين فريقي 30 ألف وعزبة العبيدة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي ل2 لكل منهما. أما المباراة الثانية فكانت بين فريقي عزبة الصعيد ألف وعزبة الطوير، وانتهت بالتعادل السلبي، وكانت الرباعية النظيفة من نصيب فريق 30 به أمام عزبة الصعيد به.
انتهى تقريرنا الإخباري، نلقاكم على خير. مصر يا غالية احنا حنبنيكي، من غالي عرقنا حنرويكي.